نسته. أنا الدكتورة أنورادة بندا، جراحة مناظير وجراحة روبوتية، أشتغل في مستشفى أبولو جوبلي هيلز حيدر آباد. شنو هو هبوط الرحم؟ هبوط الرحم يعني شيء ينزل أو يترهل. لما نقول هبوط الرحم يعني الرحم نفسه ينزل لتحت، يهبط. ممكن ينزل وحده أو ممكن يصير عند انتفاخ، يا إما بالمثانة أو بالمستقيم. فممكن يكون مرتبط بكيستوسيل إذا المثانة متأثرة، أو ريكتوسيل إذا الجزء الخلفي من الحوض متأثر. شنو أسباب الهبوط؟ أغلب الأحيان يكون بسبب ضعف عضلات قاع الحوض، وهذا ممكن يصير مع التقدم بالعمر أو بسبب قلة هرمون الأستروجين. وممكن يصير إذا المرأة عندها عدد أطفال أكثر أو ولادات صعبة. وممكن يصير إذا عندها إمساك مزمن أو سعال مزمن. فهي الأشياء لازم نخليها بالبال. أو إذا وحداً بعد الولادة مرت بولادة صعبة جداً وبدت تتحرك بسرعة وتقوم بنشاطات قوية وثقيلة. حتى هذا الشيء ممكن يسبب أو يخلي الشخص معرض للهبوط. فشنو اللي يصير؟ شنو الأعراض؟ يجيون كبار السن ويقولون يحسون بانتفاخ أو ثقل بالمهبل. يحسون بصعوبة بالتبول. لازم يدفعون شيء حتى يقدرون يتبولون، أو حتى التبرز يصير صعب ويشوفون انتفاخ. هي الأعراض اللي غالبا نشوفها. فشنو لازم نسوي؟ أول شيء هو الوقاية. بعد الولادة النساء يقدرن يسوين تمارين كيجل مع متابعة صحيحة، ويمنعن الإمساك والسعال. ولما يكون عندهن هبوط بسيط، مو كل حالات الهبوط تحتاج عملية جراحية. كثير من الأحيان تقدر تسوي تمارين كيجل أو تمارين تقوية الحوض وتتحسن حالتك أو تسيطر عليها بشكل كبير. بس إذا صارت عندهم أعراض أو وحدة تعاني من التهابات متكررة بالمسالك البولية بسبب الهبوط، أو عندها صعوبة بإخراج الفضلات وكل مرة يصير احتكاك وتتعذب، بها لحالة لازم نسوي لها عملية. إذا إجتنا امرأة كبيرة بالعمر، ننصحها بإزالة الرحم، وبعدين نصلح الهبوط بالمثانة أو المستقيم ونرفع المنطقة حتى ما يصير عندها هبوط بالقبو. بس مرات هواية تجي امرأة شابة وهي تريد تحتفظ بالرحم، هم نقدر نسويها، نثبت الرحم، وهذا اللي نسميه هيستيروبكسي. نثبت الرحم يا إما من الأسفل عن طريق الرباط العجزي الشوكي، أو نسوي كولبوكسي من الأعلى، وبها لحالة تقدر تحتفظ بالرحم وحتى تقدر تجيب أطفال، بس ممكن يرجع يصير هبوط مرة ثانية، فأغلبهم بالنهاية راح يولدون بعملية قيصرية. لازم هذا الشيء ينسهم. أو مرات المرأة الضعيفة كلش يمكن ما تكون مناسبة للجراحة. بها الحالة نحط حلقة اسمها بيساري، حلقة بيساري أو أنواع ثانية من البيساري المتوسرة اللي تدفع الرحم للداخل ويبقى بمكانه إذا الشخص لا يتحمل البنجة. فالموضوع يعتمد. لازم تراجع طبيبك إذا صار عندك هبوط بالرحم حتى تعرف إذا تقدر تكتفي بالرياضة أو استخدام الحلقة، أو تحتاج عملية جراحية مع إزالة الرحم أو إبطائه. شكراً.